هل تحليل الحمل في الدم الرقمي او العادي بيعرفك انت حامل في ولد او بنت؟ اهلا بكم يا جماعه. النهارده هنتكلم عن موضوع بيشغل بال كل ست اول ما تعرف انها حامل. ازاي تعرف في حمل ولا لا، وايه الفرق بين تحليل الحمل الرقمي والتحليل العادي اللي في البول اللي ممكن تعمله في البيت. تحليل الحمل المنزلي في البول ده بيعتمد على اكتشاف هرمون اسمه HCG. ده الهرمون اللي الجسم بيفرزه اول ما البويضه بتتخصب وتثبت في الرحم. التحليل ده ممكن يطلع ايجابي بعد تاخر الدوره من يومين ل3 ايام، لكن لو اتعمل بدري قوي ممكن يطلع سلبي كاذب لان نسبه الهرمون لسه قليله في الجسم. ثانيا، تحليل الحمل الرقمي في الدم، وده ادق تحليل للحمل، وده عشان بيقيس نسبه الهرمون بالارقام. يعني مش بس هيقول لك في حمل ولا مفيش، ده كمان هيقول لك الرقم بالظبط. وكمان النسبه دي هتساعد الطبيب انه يعرف عمر الحمل، وكمان الحمل طبيعي ولا لا. السؤال الاهم، هل ممكن من التحليل نعرف نوع الجنين؟ الحقيقه ان تحليل الحمل سواء في البول او الدم ما بيحددش نوع الجنين، لان الهرمون اللي بنكشف عنه في تحليل الحمل العادي او تحليل الحمل في الدم ما بيختلفش اذا كان ولد او بنت. الطريقه الوحيده عشان تعرفي انت حامل في ولد او بنت وهي السونار، وده ما بيظهرش في غالبا غير بعد الاسبوع ال16. لو عاوزه تعرفي ازاي تعملي تحليل الحمل في البيت، اتفرجي على الفيديو اللي قبل ده وانت هتعرفي على طول. انتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله. لو في اي تحليل عاوزين تعرفوا عنه اي معلومات اكتبوا لنا في الكومنتات.